السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد من 2024. وبدون رغي كتير يا صديقي خلينا نبدأ الفيديو الجديد، يلا بينا. أول حاجة النهاردة عندنا هنبدأ نشرح ازاي نعمل الترانزيشن اللي قدامكم ده. في حد من المتابعين بتوع القناة الأستاذ يوسف شعبان طلب الترانزيشن ده، واحنا إن شاء الله هنشرحه النهاردة. فخليك معايا يا صديقي ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. اول حاجه يا صديقي هنبدا ننزل كومبوزيشن. تمام، هنخليه 5 ثواني او زي ما انت عايز، يعني ايا كان، سواء حتى لو في بروجكت. وهنسيب اسمه كومبو 1 عادي. وهنبدا ننزل. انا بس محتاج الفيديو اللي انا هعمل عليه الترانزيشن. تمام، وعندي فيديو كمان. تمام يا صديقي، كده نزلت انا مثلا فيديوهين اهوت او مشهدين على حسب انت هتعمل الترانزيشن ده على ايه. وبعدين عايز ابدا اعمل بينهم وبين بعض ترانزيشن كده. فانا اول حاجه دلوقتي خلينا نقفل الصوت ونقفل الصوره، مش محتاجين نشوفهم دلوقتي. ومثلا خلينا نخليهم زي ما هما. هنبدا اول حاجه يا صديقي، هنعمل حاجه. هنبدا نجيب الدايره من هنا. طبعا لو مش موجوده عندك انت تبدا تضغط ضغطه مطوله على الماوس بالشكل ده، فهيظهر لك الاختيارات بتاعتك، تقدر تختار اللي انت عايزه عشان تشتغل منه. فبنختار الاليبس. تمام، بعد كده هنيجي في هنا كده مثلا وابدا اعمل كده. تمام، طبعا انا كده عشان عملت دايره منتظمه، وده بسبب ان انا ضغطت شيفت. يعني انا لو ما ضغطتش شيفت وجيت ارسم هتبقى الدايره عامله معايا كده، لكن طول ما انت ضاغط شيفت الدايره هتبقى شكلها منتظم وشكلها ممتاز جدا. تمام، تبدا ترسم، خليها بالحجم ده مثلا. وبعدين تسيب طبعا انكر بوينت مش في النص. فهنضغط في عشان نجيب الماوس العادي. بعد كده كنترول ونضغط ضغطتين هنا. تمام، بعد كده نضغط في تاني من الكيبورد. بعدين هنمسك هنحدد اللاير دي بالالاين ونخليها في النص. تمام، بعد كده يا صديقي انا عايز الغي الفيل وعايز اعمل ستروك، واخلي الستروك بتاعي هنا في الاول 900. تمام، طبعا ستروك كبير جدا يعني. في الاول هنا هنعمل سكيل. هبدأ اعمل السكيل بتاعي، اخليه في مدة دقيقة كده، ثانية قصدي، معلش. بعد كده في الاول هخلي دي 0، فهتبقى بالشكل ده معايا. تمام، بس انا عايز اكبرها بحيث انها ما تكونش باينة خالص، يعني بالشكل ده هتفضل تكبر. يعني هتخليها مثلا 800 هنا مثلا. تمام، تعال نشغل كده اهي، جامدة جدا يعني. تمام، بعد كده يا صديقي هنعمل لها كنترول دي مرتين. تمام، زي ما انت شايف كده. وهنمشي بالباك داون فريم واحد، وبعد كده نسحب دي، وبعدين كمان فريم واحد، وبعدين نسحب اللي فوق. وبعدين نبدأ نغير ألوانهم على حسب ألوان البراند بتاعنا، وعلى حسب انت عايز الألوان بتاعتهم ترانزيشن ألوانها عاملة ازاي. فأول لاير بتاعتهم هتبقى لونها أصفر، أنا هسيبها زي ما هي. تاني لاير هغير لونها، هخليها لونها أزرق بالمنظر ده مثلا. والأخيرة هخليها أصفر برضو. خلينا نشغل كده ونشوف. هي سريعة بس شوية، نعمل لها ايزي ايز، بس نعمل يو، حدود كل ما يعمل يو. بعدين نعمل F9 او كي فريم اسيستنت ايزي ايز. تمام، هتبقى بالشكل ده ممتازة جدا. بس هنزود كمان واحدة. تمام، وهنعمل ادي واحد كده، فريم واحد، ونعمل كده. وعايز اصغر ده، خلي ده عايزه يبقى 700، يبقى 800. تمام، واللي فوق ده 700، وده 700 كمان. تمام، تعال نشغل اهي يا صديقي. شكلها ممتاز جدا. الأخيرة دي عايزين نغير لونها، نخليها أزرق. تمام، هتبقى معانا بالشكل ده يا صديقي. طبعا فينا غلط اهو. تمام، هنعدله. هنخلي آخر واحدة دي 900 800 بالشكل ده، هتبقى معانا كده. تمام، ممكن تخليها 900 برضو الأخيرة دي، أضمن لك وأريح لك، عشان 900 بالشكل ده. لا تمام كده، جامدة يا صديقي ما شاء الله.
ترانزيشن رايق جدا. تمام. ممكن بقى كمان نعمل ايه، نظبط بقى المشهدين، شغل المشهدين كده. تمام. عايز بقى ان المشهد التاني، يعني اهو المشهد الاولاني اهو. تمام. انا عايز التاني يجي هنا كده. تمام. خلينا بقى نحددهم كلهم كده ونسحبهم، وعايزين نجيب دول كده اهي. تعالى بقى نشغل. جامد جدا يا صديقي. اعتقد هي سريعة شوية، ممكن نبطئها شوية، ممكن نرجع كده شوية نشوف. ممتازة جدا، ممتازة جدا جدا جدا. اهم حاجة يا صديقي ان انت تكون عرفت الفكرة بتاعتها، وتكون عرفت ايه الدنيا بتاعتها بتمشي ازاي. تمام. بس كده بقى انت تقدر تعدل بقى، مثلا ممكن تخلي الفرق بين الستروكات بين كل لير والتانية فرق بينهم اكتر، فممكن تغير معاك الشكل. ممكن تقلل السرعة، ممكن تقلل السرعة من خلال الكي فريم الأخيرة دي. وتظبط برضو الترانزيشن بتاعك، يعني بحيث ان انت اهو، يعني الحاجة طلعت اهي. في هنا غلطة، ثواني معلش، هي المفروض تبدأ من هنا. تمام. فبالتالي هيبقى شكلها عامل كده اهي. تبدأ تمشي لحد ما ده يطلع، فبيتغير معاك الشكل للمنظر ده اهو. ترانزيشن جامد جدا وبسيط، وفي افكار تانية كتير منه ممكن تطلعها منه، تعمل منه اشكال وحاجات مختلفة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى تكون استفدت. شكرا جدا ليك يا صديقي. متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. وطبعا ده مش اول فيديو في القناة، احنا عندنا في القناة اكتر من 50 فيديو كلهم بيشرحوا حاجات عن الافتر افكت، ممتازين جدا كلهم. وشد حيلكم بقى معانا يا شباب، عايزين نوصل 1000 متابع ان شاء الله قريب. فشكرا جدا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.